تحية لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج برستيج. ضيفة حلقتنا لهذا اليوم الشاعرة والإعلامية وناشطة مدنية، بدأت الشعر منذ عام 2003 ومن أهم دواوينها المطر الموعود وسيد الحزن. تابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وضيف حلقتنا لهذا اليوم الست فالنتينا. أهلا وسهلا بك. رابا بشينا خديتي وامتيتوخن الجيبي إديوم. رغم أنك لم تحصلي على شهادة جامعية، وذلك لم يمنعك أن تكوني شاعرة وإعلامية وناشطة مدنية، كيف التخلص اليوم من هذا الأمر؟ نعم، يعني هناك إتخمندي رابا أن نقاية جارك بايش متخرة المندباعي كاتو مخرة أو ديلك توتا وإلى موهوتا، وأنا قملي جو خابيتا إتوغاوي آها موهوتا كتبابي إلى خاكتاوى مهيرة ويذيعة وآها قمساندلي ولابش لهج جودد ترقلتا بيني وبينك توتا بشرارة ليون بغزايا خاء الصورة بين مخرة وسهدوتة بث صوبة كدهرتاما ليم البيداخي كاتو ناشا مخرة أو توناية كريا أو توناية الهدخة ما صخت أمرخ إد أنا إثوالي الآها موهوتا من زعوروتي. أساسا يعني بالفترة كانت عندي الموهبة. أتمنين أنه تكملين يعني بعد التفوق اللي بالشعر أو بكتابة الرواية؟ أبدا يعني تبدين أنه تحصلين على شهادة؟ إثوا خك مع الداناثة الخيمة دم تماما قريتي ينبدو زوتا لقم خزيني أها مندي أنا نقايا. نعم. ما هي اشتراطات كتابة الشعر الأخرى أم أنه نتاج الموهبة فقط؟ يعني مثل ما قلت موهوتا إلى إسا إنا جارك بيشم سوقلتا بقريتة مخرة وتونياثا تقاوي الشانة دكتاوى وزيدي تنياثا اتجوبالي وبايش مصيانة جو مخرة الهدخة ماسخ أمرخ موهوتا جو مشاريتا وخرتس قلت الدها موهوتا وهل بدس نقتل المدخورة اتجارك ناشا هاويلي خبة المنديد بوادلي. وأهم شيء إنه الإنسان هو يكون دا يحب هذا الشيء. نعم بالتأكيد. اليوم ألا ترين أن المرأة العراقية عموما إلا من بعض الاستثناءات كنازك الملائكة وأيضا لميعة عباس عمارة أبدعت في كتابة الرواية أكثر من خوضها لتجربة الشعر؟ يعني أني أخالفك الرأي لأنه عندنا شاعر أنا ليون من رعيانخ كد إثلي رابا ما خرياثة خيلانة ومصيانة إيلي اتكتوي مخرة وتونيتا شمان رابا إيلي وبدوزوتا لي مصيان تخرن كله إينا ماسخ أمرخ درابا إتلن كتوياثة مطيل شويوثا عليتا. يعني خصوصا بالعراق شاعرات كثيرات تمكنا من خوض يعني الشعر. نعم. هل صحيح أن الشعر في العراق صار حكرا فقط على الرجال؟ أبدا، والدليل قبل شوي هل بدلا ومد متخرقة مخدشائي واخدا مزبطة على الأهمندي كدم صلي كتوياثة عراق تمنطل شمي أبل ودر من أثرة والعلمة كله الهدخة مخرجة وعراق ليلة الجورة أختي. نعم. نعم. برأيك ما هي القراءات المحببة لفالنتينا؟ عندي مجموعتي جديدة كي مخبن قرين من كونش مش خاتي خاتا أو تهدية إلى قوطوعتا بصدد الطبع، فحبيت أنه تكون يعني مو من المجموعات القديمة. نعم. كتبت أنا المنفية من حضن أمي أكتب، أما بعد فالحياة أمي، المدن المكتظة بالحب، تلك الحديقة الغناء التي تتوسط مدينتي، ذلك المقهى البسيط بأضوائه الخافتة، رسائل الاطمئنان الصباحية هي أمي، صباحي الذي تنقصه دهشة الصباح منذ فراقها، مسائي الفارغ من ارتداد المعنى، ابتسامة الأطفال العائدين من مدارسهم وهي تندلق عبر زجاج الباص الأصفر، شغف الفرشات بيد أعتى الرسامين وهي تتمايل لترسم الموناليزا، سحنة السماء وقت الغروب، كلها أمي. نعم. أنا المنفية من عناق أمي، من صوتها، من رجفة يديها حين تلتف لتغمرني، أنا المبعدة من ذلك الخبز العتيق جدا وقت الحروب الطاحنة، تذكرونه؟
أحاديث الجيران المزدحمة بالضحكات، صوت الناقوس عند 4 عصرا، همهمات العشاق عبر هواتفهم، ضوضاء الأزقة الشعبية التي احتضنت طفولتي كلها أمي. ألم أقل لكم إن الحياة أمي. هل عادة أنه تستمعين للشعر الشعبي؟ كلش أحب الشعر الشعبي. نعم. يعني رابكي مخبني مخرى عمايا إينا هركي خزينك توتا بليشانك تاونايا خامندي بريشا وهرقب كي كتوان. تسمعين من الشعراء في كلام الشعر الشعبي؟ يعني كنت أحب دائما يعني جو مخرى عمايا بوش زوداكي مخبن عريان السيد خلف ومبخلتا إن ليون بتخارش ماني خيني. يعني عذرا لا أذكر اسم، لكن أحيانا أحب أسمع. كيف تصفين اليوم التجربة الشعرية؟ شلون تشوفين يعني في عموم العراق بصورة عامة؟ أجدها يعني توازي كي خزيني خان نسيانة تشاول نسيانة خينة جو أثرواثا كد إيث خاطوارة قليا جو مخرة هيكو ومخرة قبيا وبارتوثا وأها طوارة هواية لبريشة من كتاوى الكتاوى وأها مندي رابا مخملانة لي. واضح يعني ومختلف، لكل شاعر له بصمته. التجربة أجدها ممتعة يعني. بالتأكيد. حدثينا اليوم عن المجموعة الشعرية وخصوصا بالمطر الموعود. كونش مش خاثي قمايا إيوخت شمة سيد الحزن وبطر بترتي شنة برسلي كونش مش خاثة خينة خد شمة مطري الموعود ومش خاتة إيوة برتوثاناية أو شرية بد يمة وبد خورة وبد أثرة وبد خبيوة ماسخ أمرخ التروي أن كونش مش خاثة إثوى قاوي ملوء بريشة إن مخوبة وتقرين. بالتأكيد. هناك على امتداد ذاكرتي تقطن أحجية نبتت خلف ظلال تساؤلي وصمتي، وفجأة تطرق أبواب وحدتي أصابع ندية بللتها قطرات من شتاء، ذلك الشتاء الذي لم يفقد ربيعه الدافئ ولم تحلق ألوان القوس قزح في محياه. أمسكني من يدي وكأنني طفلة في أعوامه الأولى، ورحت أسير معه مغمضة العينين شاردة وكأنني أحلم دون وسادة ولا غطاء. مطري الموعود هي أول مجموعتي. أخذ متخري قمضانا أنا إثلي تريكونش مش خاثة بريشة خاب شيتد تري ألبي وأربسر يعني أو خينا بتري ألبي وخمشسر وهدية إثلي خاكونش مش خاثة خينا جو طواعة وخشون بدهاوي بريشة الداني تقمني أخت يذعت ما خورة قرقهاوي هماشا جو طوارة ومقروسة من جيبة مخرة ومن جيبة خشخاثة أو تنياثة باورت الزونة وأها مندي بتهاوي إن راخش بأرخة رستة قريانة ومكبشت التنياثة خاتي علي ومجارة بتهاوي لي شوبة قاني ولا دامي الخينة. صحيح، من خلال مثل ما قلنا القراءة المستمرة والمطالعة واقتناص المفردات، وأن يكون يترك إلى بصمة يعني ما يشبه غيره. متى تكتبين الشعر وبأي وقت؟ عندي مرات تجيني يعني حسب الإلهام. مندي كلية لعل مع بدانوتة نبلة الله قومت خكمة جاهي نبلة الله مع بدانوتة دغداتة نيتا وشوقالي كتون مشوختة قمرتا أو خكمة جاهي مخنيا من يمي وكتون وآها شوق من برسة إدباري وطلبي مني كتون خدام شوختا بود خملوءة إداني باعيلة أخ عيدة أتا أو عدواثة أثراية وهتخاكي كتون ماديلة طليبة إينا بوش زودة كي كتون على مع بدانوتت كي أتيالي من خدات نيثا أو قدشة حسب تأثري وتأثراتي بالكلمة بالمحيط الخارجي. يعني الوقت اللي دائما فالنتينا أنه تحب تلقي الشعر. ألقي الشعر عادي يعني كي مخبن قريني مخرى جو دكاني دي لناي إبه وخك مجاهي كي قريني قخوراني أو ناشي قريبة الله إينك توتا لتلا دانم تخبتا كات خك مجاهي كي آتيلي تنياثا وآن دماخا وخارشا كي قيمن وكتوني بموبايل تلاقازي من بالي. أرقد كي أنام تجيني مفردات أو يعني فكرة فأكتبها بالموبايل رأسا. بالموبايل. هل هناك أوجه تشابه بين الشعر العربي والشعر باللغة السريانية برأيك؟ الشعر هو يعني مثل ما قلنا مخرى إلى الرخشة إن هلبت إذ بورشونيا أبن هاو زعورة
إينا من جابت قانونا ومريستا هر خامن ديلي وتروي إثلي مخرب قابيتا وخيرا إينا ناشا هر بد مجيش برشونيا بيناتي من جابت سنيا ثورة خشي. يعني باللغة بالمفردة وبالإحساس أكيد. نعم، يعني خلينا نقول أكو تشابه بين اللغتين. أكيد من ناحية الكتاب. هي إيث دميوثا أخذ مرن من جابت قانونا ومريستا. نعم. إينا بخزيت حكمة شخلابة بيناتي. عموما يعني متشابه هو الشعر. نعم بالتأكيد. ما هي اللغة التي تكتبين بها الشعر؟ أكتب دائما كتوياتي كله بلشانة عرباية لي كد إتلي خاخوبا قورقاتي وبدوزوتا لتلي من ديكتيوة بسورة أبند إتلي إيقارة إبي أخليشاني يمايا وسنقتل المدخورة اتسامى زودة اتكتاوي اتقمقريني ها من سوروتي بلشانة عرباية وها من دي قومة بوش معبدني على كتوتا بعربايا. عادة كتابة الشعر تكون يعني محببة إليك باللغة العربية أم باللغة الثورث؟ أبدا لم يطلب مني بدوزوتا هجقاها ليلة طليبة مني تكتون بسورة وقد هويا نقليتا عموخن أنا ليون رابا مصينتا بسورة كاد سنقتلا قريتا ومبلغتا وطود هوين ومصينتا بسورة كاد للشاني يمايلي. ممارسة اللغة كانت المسألة صعبة أكيد تحتاج إلى جهد وإلى دراسة وأنا أتمنى طبعا كنت متمكنة منها لأن بالنتيجة هي لغتي الأم. من أين جاءت لغة الثورث؟ هي اللغة السريانية يعني السورة هي اللغة السريانية. لشانت سورة إلى هر أخ لشانة عربايا إثلي لشانة كتاونايا ولعزة خينة وأنا لعزة كي هاوي دوكتناية وكي دامي على الإخداد رابا. ترجع إلى أصل اللغة اللي هي السريانية. حدثينا اليوم عن برنامج رموز. نعم هو يعني مو عن قناة خرزة رموز إلى خرزة سنيدة من وزيروتا مردوتا وقاوي كي مقروان البرصوبة مردوتا ناية دعوير لي بخدا مع بدانوتا قاو إقليمة كردستان كدربا مني ليلة إذيعة وقاوها خرزة بيخ برسخ شمي كدكي يتون ودرشن كل خابر صوبة اتخزين إن الخيمة لدمخكخ الله جو خرزة أو لا وإيت من تهاوي ميتة وإيت من تهاوي خاية هالهدية الساحة من الشباب أو الشابات. وآها خرزة رموز ليلة بوت برصوبة أختي كتقاوي كي متخرن الدكانة رمزاناية قومة هاوي دياراية أو يرتوتاناية أو فلكلوراية آخ قشرة دلالة تقم تخرن والي ورخة من سياسة هالبت يعني مختص باستذكار الشخصيات الجانب الأدبي الثقافي فقط يعني. نعم. حدثينا اليوم عن المرأة العراقية، كيف تقيمين المرأة؟ أنا يعني كناشطة مدنية أنا أخ كشرت مدينيتا جو خقلت زدقة أتا وأخ هدمتا جو أسارت أتا عراقيتا اتكيبالخ على عوادة شويوتا وممطوية زدقة أتا عراقيتا بخشاوينت أتا عراقيتا كشخلا رابا. تعبت يعني بالعامية تعبت هواية يعني. يوجد صدى واسع من المبدعات والشاعرات اليوم، كيف تصفين تلك الشاعرات من خلال البرنامج؟ هناك يعني تزاخم إيت من يانا قورا الماخرياثة هدية إينا هلبت كل ما خرتا إتلا سلقاسة وأرخت جانا جوك توتت مخرة وقريته وهديروتا كتهديروتا رابلة أنا نقيتا. الحضور مهم جدا. نعم. طبعا نحب اليوم أنه من حضرتك ومن خلال البرنامج أن نسمع من أشعارك وخصوصا بكتاب المطر الموعود. قصيدتي عنوانها أشتار الحب والحرب، هي أكيد يعني مبين من عنوانها موجهة إلى المرأة العراقية. تقول: أنا امرأة من زمن الحرب، أدركت حفاوة الحياة وشفافية الموت من صوت الرصاص. أنا امرأة من زمن الويلات، حملت لافتة الحرية وأنا في المهد. أنا امرأة من زمن الورد، من مدينة الخبز، من أرض آشور. حملت على هدبي حلم الكبرياء ورايات النصر. أنا امرأة من زمن القيثارة، فينوس الحضارة. أنا من رفعت كفها في وجه الشمس وعانقت نخيلها حمائم الأمس. أنا باختصار أشتار الحب والحرب. الله، حلو. صحيح. شكرا. اليوم طبعا نحب توجهين نصيحة
أو كلام موجه إلى الشاعرات أو الشعراء؟ نعم، يعني مع حبي وتقديري لكل الشاعرات والشعراء، يعني عم خبي وإقارقة كل ما خرياثة طوة مجختلا أرخخ وبيشت ببصايا وهوية أمنتا جو آغونوتا ولخا مدخورة وان آغونوتا دناشا جو أرخا بخدارة بارمندي تلاخم الله جو بلقداه خراوة دخياية وخقاوة طوة مجخت نوشخ ومرمتلي شمة عراق جو علمة كله. وأن ترفعي اسم العراقية عاليا في سماء العراق وفي سماء العالم كله. شكرا لحضرتك ست فالنتينا، ونتمنى لك كل الإبداع في هذا المجال. الشكر موصول لحضرتكم، وأكيد هاويتون بسيمة وطننتت منتي وين من نوخن على الكشخوخن وهوية بسمتا آثريتا عراقيتا سورييتا دياولي لبرسا قاتن دنت بقياثة تمغزخ الميزلتن سبريتا هاويتون بسيمة على هديرو توخن. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا لكم وشكرا لكل من يتابع برنامج برستيج.